بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كثيرا ما أسأل هل ممكن طفل يصاب بالسكر ما يحتاج إنسولين؟ لأن المتعارف عليه أنه إذا أصيب أحدهم بمرض السكر في عمر صغير فهذا من النوع الأول، أما إذا أصيب في عمر كبير فهذا من النوع الثاني. والمتعارف عليه أن النوع الأول يحتاج إنسولين طول العمر، بينما النوع الثاني يحتاج إلى حمية غذائية، ممارسة رياضة، ممكن ما يحتاج أدوية بالمرة أصلا، ممكن يحتاج إلى أدوية فموية، وإذا أهمل نفسه ممكن بالأخير يحتاج إنسولين. لكن هل ممكن طفل صغير يصاب بالسكر ما يحتاج إنسولين؟ ممكن إنه طفل صغير ينصاب بالسكر ما يحتاج إنسولين إذا كان نوع السكر عنده من نوع يسمى مودي. إن شاء الله في فيديوهات قادمة سوف أشرح لكم أنواع سكر الذي يدخل تحت اسم مودي، حتى تنتشر المعلومة هذه بأنه مش أي طفل إنه أعالج هذا المريض بالإنسولين وأحكم عليه بالإنسولين طول عمره فقط لأنه أصيب بالسكر في عمر صغير. وهذا خطأ شائع، إنه في ناس ما يحتاج إنسولين. كثير من المرضى صغار السن شفتهم وبالنهاية ما ألغيت الإنسولين عندهم تماما ومشوا على دواء واحد فقط أو دوايين من مثل أي مريض آخر. وكذلك بعض مرضى المودي أصلا ما ينفع تعطيهم علاج سكر، لا إنسولين ولا حبوب. في أمان الله.